عليكم مزيانين، اموركم على خير. كنتمنى تكونوا كلكم في احسن حال والاحوال، بالصحه فطوركم والله يتقبل صيامكم. ايوا نايضه يا خواتاتي، نايضه قرباله في اليوتيوب. ها اللي كيتكلم على تيتيما والحريق ديال تيتيما، واش بصح ولا كذوب، وشكون حرقها والطريقه كيفاش حرقات. ها اللي كيتكلم عاوتاني على لبنى وبكريشه وسبب الغياب، واش داك التقديم عنده علاقه بالغياب. المهم الناس كتبحث وكتقلب على الحقيقه. ففي هذا الفيديو غادي تسمعوا شي حوايج مهمه جدا جدا. غنتكلموا على تيتيما وغنعطيكم الراي ديالي والتحليل ديالي حسب داك الشيء اللي شفت واللي سمعت. يعني ديك الفكره اللي اقتنعت بها غادي نشاركها معاكم. وغنتكلموا كذلك على بكريشه ولبنى والسفر اللي داروا للحسيمه وعلاش غبروا عليكم. وفي الاخير غنتكلموا على يسرى والحاله اللي فيها يسرى دابا. فما عليكم غير تبقاو معايا حتى للاخير، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والاراء ديالكم في التعاليق. واخا تكونوا مختلفين معايا ماشي مشكل، انا كنتقبل اختلاف الراي. فحبابي ما نطولش عليكم المقدمه وندخلوا في الموضوع على بركه الله. والبدايه غادي تكون مع تيتيما اللي خرج البارح خبر في نصاصات الليل. في نصاصات الليل خرج خبر مفادوه ان البنت راها في اوروبا، في فرنسا ولا في اسبانيا ما كيهمش، المهم البنت قطعت البحر. هادشي اللي خلى الناس مستغربة وكتسائل كيفاش عاد البارح وهي في المغرب وكتصور مع ماماها وفي دار ماماها، واليوم قطعت البحر. كيف دارت ليها؟ وشكون اللي خرجها؟ وبأين طريقة خرجت؟ المهم اكثر القيل والقال وكثروا التساؤلات. فحبابي انا دابا غادي نعطيكم الراي ديالي والتحليل ديالي حسب داكشي اللي شفتو واللي سمعتو. وانا ما بغيتش نزرب، كان بامكاني ندير لكم فيديو البارح واليوم في الصباح ونجلس غير كنهضر، ولكن لا، خديت وقتي. يعني بدي سمعت هنا وهنا وشفت الفيديوهات ديال تيتيما، الفيديو ديال كوثر. يعني خديت وقتي مزيان حتى اقتنعت بواحد الفكره، عاد جيت باش نشاركها معكم. فسمعوني وسمعوني مزيان. تيتيما فعلا راها في اوروبا. تيتيما دابا راها في فرنسا. وشكون اللي خرجها؟ كوثر هي اللي خرجت تيتيما. غادي تقولوا لي باش عرفتيها اجوديا؟ وباش تاكدتي اجوديا؟ واش كنتي معاهم؟ واش شفتيهم؟ لا ماشي ضروري نكون معاهم ونشوفهم عاد نعرف الحقيقه. لا يكفي اننا نلاحظوا ونسمعوا ونحللوا هادي مع هادي ونربطوا الامور مع بعضها باش نوصلوا للحقيقه. بين قوسين الناس اللي خارجين دابا كيقولوا ماشي كوثر وحقا شي واحد اخر دار الخير في تيتيما ودار فيها الاجر، راه غير كيكذبوا عليكم من الاخر، غير كيبغيو يديروا لكم التمويه، ما تبقاوش مركزين على كوثر. اما الحقيقه كوثر هي اللي خرجت تيتيما. دابا غادي نقول لكم باش عرفت هاد القضيه هادي. اول حاجه المقطع الاول اللي خليت لكم اللي فيه تيتيما كتجمع حوايجها من حوايج خالتها. وما تقولوليش
ما تقولوليش باللي داكشي صدفه، لا 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 لا. البنت حاطه حوايجها مع حوايج خالتها مع حوايج بنات خالتها، كتقول لكم هذه الفوطه ديالي، هادو الفوطات ديال خالتي. واش داكشي غير هكاك وصافي؟ لا، البنت كانت كتجمع حوايجها معاهم حيت اصلا ماشيه معاهم. فهمتوا احبابي؟ راه ما يمكنش شي ما غتحط الفوطه ديالها مع الفوطه ديال خالتها وتجي تقول لكم ايوا هذه ديالي وهذه ديال خالتي. الا داكشي كان مجموع مع بعضياته، كانوا كيجمعوا الحوايج في السكان مع بعضياتهم. هذه اول حاجه. والا ركزتوا دوك الحوايج اللي كانوا تما منشورين في داك الصالون هما البيجامات اللي لابسين بنات كوثر. هاد البيجامه اللي في البيج، البيجامه اللي في الغوز. اذا حتى ديك اللبسه حمراء ديال تيتيما هي اكيد هي اللي كانت لابساها في الطريق. فهمتوا احبابي؟ المهم هذه اول حاجه اللي خلتني في البدايه شكيت كيفاش البنت كتجمع حوايجها مع الحوايج ديال خالتها. اذا راها كاينه شي حاجات تما. زيد كذلك المقطع ديالها مع امين وكيفاش كتهضر مع امين، راه كتهضر معاه بحال اللي كتودعو. اييه، والولد مسكين حزين ومنزل راسو للارض. يعني الولد سامع عارف باللي اختو راه غاديه لشي بلاصه. هادشي علاش هو كان حزين وهي كانت كتهضر معاه بحال شي طريقه ديال الوداع. انت عزيز عليا وكان حماق عليك وكذا وكذا، يعني كتوادع معاه. خصوصا ان داك النهار هذاك كان اخر نهار عندها في المغرب، هو نهار الحد. الناس اللي كيقولوا تيتيما مشات قبل منها، تيتيما مشات قبل من كوثر، علاش كتكذبوا على الناس؟ علاش كتستحمروا الناس؟ وهما نهار الحد عاد كانوا مجموعين، مشاو للسوق مع بعضياتهم، رجعوا من السوق مع بعضياتهم، طيبوا الفطور مع بعضياتهم. امتى دركت؟ امتى قدرت تيتيما تمشي بوحدها؟ ما كاينش احبابي هاد القضيه. تيتيما مشات رجليها برجل خالتها برجل بنات خالتها، هذه هي الحقيقه. دونك هذاك هو المقطع الثاني. المقطع ديالها مع امين هو اللي زاد عاوتاني خلاني نشك. ولكن امتى انا تاكدت صافي تاكدت ان تيتيما مشات مع كوثر؟ هو ملي مشيت للفيديو اللي دارت كوثر في الطريق. وهنا كنقول لكم احبابي سيروا شوفوا الفيديو، وبالضبط اخر دقيقه في الفيديو، ماشي الدقائق الاولى، اخر دقيقه في الفيديو غتلاحظوا واحد المساله مهمه. غتلاحظوا باللي كوثر وبناتها وراجلها كاين معاهم الزايد. في واحد الوقيته بانوا كاملين. بانت كوثر كتحط الماكله، بانت معاها رزان هي اللي لابسه البوردو، حتى هي كتقاد معاها الماكله. هاجر وسحر غير كيدوروا تما حداهم، وراجلها وولده كيلعبوا الكره يعني بعيد عليهم. اذا كاين شخص اخر زايد هو اللي كيصور، وهي تيتيما. وفي واحد الوقيته راه تسمع الصوت ديال تيتيما، الصوت ديالها ماشي غريب. قالت واحد الكلمه اللي بانت يعني تسمع واحد الصوت ديال تيتيما. المهم انا هادي بالضبط، يعني هاد الملاحظه اللي لاحظتها في الفيديو ديال كوثر هو اللي خلاني نتاكد باللي تيتيما مشات معاها. دابا غادي تقولوا لي وجوديه اش كتخربقي؟ حيت انا عارفه بزاف غيجيهم كلامي غير تخربق. غتقولوا لي اش كتخربقي؟ كيفاش تيتيما مشات مع كوثر؟ راه البنت صغيره وقصير وما يمكنش ليها دير الاوراق، وما يمكنش ليها كذلك دوز مخبعه في الطوموبيل. راه حنا ماشي في بلاد السايبه. انا متفقه معكم وعندكم الحق. تيتيما ما يمكنش ليها دير الفيزا لا ديال القرايه ولا ديال الخدمه ولا ديال السياحه. البنت قاصر، يعني الوراق بشكل قانوني ما يمكنش ليها بتاتا. زيد كذلك ما يمكنش ليها تخرج مخبعه في الطوموبيل، راه كتكون الحراسه مشدده، كيكون التفتيش على حقه وطريقه، راه سكانير، راه كنهضروا على الديوانه، ماشي شي حاجه اللي غير هكا غير دوز ما يمكنش. فهنا حبابي فين بغيتكم تعرفوا الطريقه كيفاش دازت تيتيما واللي خلات بزاف ديال الناس كيتسائلوا كيبحثوا وكيقلبوا كيفاش هاد البنت سلكات. فسمعوني وسمعوني مزيان، وارجوكم ما تسرعوش، ماشي دغيا سمحوا لي، ماشي دغيا تهبطوا للتعاليق وتقولوا لي لا وما يمكنش ولا يجوز. سمعوني وعطيوني ودنكم سيروا سولوا الناس اللي قرب منكم وعاد حكموا. تيتيما قدرت انها تخرج على برا
بوراق اللي هما مزورين، كيف ما كتسمعوا. وكوثر قدرت انها تخرج بنت اختها من الديوانه بوراق اللي هما مزورين. وملي كنقولوا وراق مزورين يعني كارت سيجور مزوره وباسبور اللي هو مزور. ما تستغربوش وما يجيكمش هادشي غريب عجيب وما يمكنش يكون. لا، هادشي كاين، تزوير الاوراق كاين وبكثره، وكاينين ناس مختصين فيه. خاص غير الفلوس، والفلوس ماشي مليون جوج 3 4، لا، كنهضروا على فوق 5 6 ديال المليون. يا حبابي، فهاد الشيء علاش شفتو سعاد مشات كتبيع الذهب وكتجري على الفلوس وكانت حالتها حاله، كانت كتجمع الاموال الطائله باش تخلص الوراق مزورين البنت باش تقدر انها تمشي مع خالتها. دابا غتقولوا لي وجوديه واش دازت يعني بوراق مزورين وما لاحظوا والو في الديوانه، قدرت انها دوز الباسبور دوز باسبور اللي هو مزور. حبابي، حيت ملي كتكون اسره كبيره هنا فين خدموهم الذكاء ديالهم وزعما الدهاء ديالهم. بما انها اسره كبيره كنهضروا على كوثر و3 ديال البنات والراجل والولد، يعني كاين بزاف ديال الباسبورات، بزاف ديال الاوراق، فخشوها ما بيناتهم. فهمتوا؟ يعني قليل اللي غيرد البال، قليل بزاف اللي غيرد البال وغيبقى مركز مع باسبور سميه بسميه. يعني ما غيلاحظوش، كيفاش ما غيعيقوش. فهمتوني؟ فهكا قدرت تخرج شتيمه. هذا لا يعني ان اي واحد ممكن يزور يدوز، لا، ولكن شي مرات كيكون شي مرات كتوقع، وكاين اللي عنده الزهر كيقدر يخرج بهذه الطريقه هذه. فكنرجع وكنقول لكم تيتيما الا بانت لكم كاينه في فرنسا، طلعت بشي فيديو وبانت لكم في فرنسا مع خالتها، فما كايناش عباد الله، ما كايناش شي طريقه من غير هذه ممكن انها تخرج بها. ما تقولوا لينا لا وراق قانونيين ولا حق مشات مخبعه في الكفر ولا حق داها شي واحد حرقها، ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. البنت الا قدرت، الا بصح كاينه في فرنسا دابا، فهذه الطريقه اللي خرجت بها، دارت وراق اللي هما مزورين. والوراق اللي مزورين دغيا كيوجدوا في مده قصيره، سيمانه ولا 10 ايام هانتا بالوراق ديالك. فهذه الطريقه الغير قانونيه هي اللي جعلت شي بعضين خارجين كيدافعوا على كوثر وكيغطيو على كوثر وكيديروا داك التمويه، زعما راه ماشي هي، لا ماشي كوثر، راه غير واحد السيده دارت الاجر في تيتيمه، او حقا تيتيمه مشات قبل من كوثر. بعدا هادو بالضبط اللي كيقولوا هاد الهضره ديال ان تيتيمه مشات قبل من كوثر. بغيت نعرف لمن كتستحمروا على بن كتضحكوا. وعباد الله، راه حنا بنادم وعندنا عقل كنفكروا به. البنت نهار الحد عادوا هي مع خالتها كيتعشاو مع بعضياتهم، جالسين في الدار مع بعضياتهم. اذا في امتى قدرت تيتيمه تسافر قبل من خالتها؟ ملي تقولوا شي حاجه وتكذبوا شي كذبه على الناس، كذبوا شي كذبه معقوله ومهم تقدروا تدوخوا بها الناس. اما هذا الامر هذا راه ما يمكنش، لا هادو ولا اللي كيقول لك مشات بطريقه قانونيه. حيت شي بعضين عاوتاني صحاب القوانين خارجين كيقول لك لا حقا كاينه طريقه قانونيه، عطيونا الطريقه القانونيه، قنعونا. واش بفيزا ديال الخدمه، ولا البنت مريضه مشات تداوى، ولا مشات تكمل القرايه؟ عطيونا شي طريقه قانونيه قدرت تسلك بها بنت قاصر، عطيونا باش حتى حنا نسكتوا. ما كايناش. بركه ما تضحكوا على الناس وتستحمروا الناس. جيو ديريكت قولوا البنت مشات بطريقه غير قانونيه، واللي داتها بطريقه غير قانونيه هي يماها وخالتها، صافي وسالينا. فحبابي هما دابا كيديروا هاد التمويه خوفا على كوثر، زعما باش ما تتاداش كوثر. والا ما بغيتوش هاد السيده هادي تتادا كان عليكم تسكتوا،
حتى واحد فيكم ما يهضر، كاع اللي هضروا البارح واليوم يسكتوا. هنا كنتوا غتثبتوا انك غتبينوا انكم خايفين على السيده. اما نتوما طالعين هلا وهلا كلشي كيغني، كلشي فرحان، كلشي كيطبل، يعني راكم كتعرضوا السيده لشي مساءله قانونيه وغتجيبها في راسها. لا نتوما ولا سوسو، حيت احبابي سوسو ولو دابا ما كتطلعش دير فيديوهات ولا لايفات، راها في الخاص ما كاين غير هاك بالك في الخاص منوضه روينه، منوضه حاله. انا جمعت الملايين لبنتي وقديت ورق مزورين لبنتي وتبارك الله على اختي، دات معاها بنتي في الخاص، ما مخليه يعني دايره العرس سعاد في الخاص. فانت اساسا اللي سربتي هادشي القنوات، وانت اللي غادي تخرجي على اختك، انت اللي غتجيبي الربحه لاختك. وقد اعذر من انذر، البنت خرجت بطريقه غير قانونيه، خرجت بتزوير الاوراق وسالينا. هذه الحاجه المنطقيه الوحيده اللي ممكن تفلت بها البنت. حتى ديك الطريقه ديال الكفر انها تمشي مخبعه مع الباجاج ما يمكنش ليها، صعيبه بزاف، ما كانوش يغمروا بها، ولكن الاوراق غمروا بهم ونجحوا. هذه هي الحقيقه. وخاصكم تعرفوا احبابي باللي هادشي هذا ما كانش مخطط ليه ولا مدة طويلة وهما كيدرسوا هاد الأوراق المزورة وكذا وكذا. لا هادشي عاد مؤخرا، عاد طري غير في الأيام الأخيرة. فمن بعد ما خرجت تيتيما من دار لبنى ودارت دوك الخرجات الوقحة والحقيرة ضد لبنى، ومن بعد ما قطعت الياس وعرفت باللي ما عمرها غتقدر ترجع لديك الدار، فصافي البنت تأزمت نفسيا. هذه حقيقة، تيتيما تأزمت نفسيا، خصوصا ملي شافت ردة الفعل ديال لبنى، وهذيك ردة فعل طبيعية انها تجمع الحويجة، ردة فعل طبيعية، لأن البنت ماشي سهلة. البنت خرجت كتقول بني كلبون والكلبة والفعلة والتركة، إذا عادي مرات باها تقول لا أجي دي حويجك. ما عرفتش أنا علاش الناس كيقول لك بقى فيها الحال وجات أزمة نفسية. إيوا اللي دار شي فعل يتسنى ردة الفعل، هذا ما كان. المهم البنت ما تقبلتش هذا الشيء وتأزمت نفسيا. وانتم كتعرفوا تيتيما ما كيعجبهاش الحال مع سعاد، ما كتحملش تجلس مع سعاد، وزيد يسرى عاوتاني ما داتش فيها، ما عبراتش. فصافي البنت بدات كتنقم في سعاد يعني كيف ما كنقولوا بدات كدير ليها يعني حريق الراس. انا بغيت شي حال ديري لي شي حال، انا قلبي لي على شي حال، انا ما باغاش نقرا، انا ما باغاش نرجع عند بابا، انا غندير شي حاجه في راسي. راه كيوصل بها الحال تهدد احبابي بالانتحار. للاسف هذه حقيقه تيتيما كيوصل بها الحال كتهدد سعاد بالانتحار. فصافي سعاد ملي شافت بنتها حالتها صعيبه وبنتها ما غتبغي تبقى معاها، ما غتقدر ترجع لدار مرات باها، فدرسوا هادشي هذا مع بعضياتهم هي واختها كوثر. ناضوا شي كيجمع من هنا شي كيجمع من هنا. السيده مشات باعت الذهب، يعني دوك جوج خويتمات باش تكمل الملايين اللي طلبوها لها في تزوير الاوراق. هذه احبابي غالبا دابا انا ما كنأكدش وما كنحلفش، ولكن غالبا هادشي هو اللي وقع، وهكا قدرت تيتيما تخرج على برا. هذا الامر هذا اللي طبعا ما فرص ماشي فرص يسرى. يسرى ما فرصة ما يتعاود، حيت كونوا على يقين يسرى كون سقط الخبر كانت غتسرب هذا الشيء هذا، يا اما لعائله باها يا اما بشي طريقه لباها، كانت غتنوض واحد البلباله على تيتيما. ولكن بما ان الامر بقى هكا يعني بقى هكا مستور، اذا ما كان فرص حتى شي واحد من غير سعاد وكوثر وتيتيما والناس هكا اللي كاينين في الدار. هذا الشيء علاش كمل هذا الشيء بخير وعلى خير، وقدرت تيتيما تمشي على برا.
الله يهنيها، حنا ما غتزيدنا ما غتنقصنا، حنا الخروج ديالها ولا البقاء ديالها ما غيأدينا في والو. الناس اللي كيقولوا حو فيكم البق ودارتها بكم البق، وحنا يا اختي، وحنا واش بنتنا ولا اختنا غيتقطع قلبنا عليها ولا دات لنا فلوسنا ولا شنو؟ حنا باش ضرتنا تيتيمه مشات الله يعاونها، بصح بغير دير الطايله، بصح بغير تحيد شويه ديال الغبره على ظهرها وتنوض دير بحال اللي تقرا ولا دير شي صنعه. هادشي هو اللي كاين احبابي. المهم كان هذا فيما يخص تيتيمه. وفي الاخير نقول الله اعلم وادرى. كيبقى هذا غير تحليل، غير راي ديالي حسب داكشي اللي شفت وسمعت ودرت واحد الاستنتاج شاركته معكم. وفي الاخير نقول الله اعلم وادرى، الله اعلم وادرى. غير هو الحاجه اللي نقدر ناكد لكم، الا شفتوا تيتيما في فرنسا راه ما دازتش بطريقه قانونيه ولو طارت معزه. هذه هي اللي نقدر ناكد لكم عليها. ندوزو دابا احبابي اللبنه وبكريشه. والحمد لله الكلام اللي كنقول لكم ديما هو اللي كيكون كلامي، والتحليل ديالي ديما اللي كنعطيكم هو اللي كيكون في الاخر. انا قلت لكم داك النهار باللي التقديم كان على بغته، الناس ما استمعوا ليهمش، الناس ما كانوش مستدعيين على مده طويله، لا الناس مشاو مسافرين على اساس انهم غيجلسوا في الحسيمه واحد السيمانه غيرتاحوا فيها، خصوصا انهم كانوا مخاصمين فمشاو يبدلوا الجو في الحسيمه. كيف ما وصلوا للحسيمه عيطوا ليهم، هادشي اللي قال بكريشه في الفيديو اللي حط عاد دابا رجعوا الفيديو ديالو غتسمعوه. عيطوا ليهم قالوا لهم اجوا راه عندكم التقديم. هادشي علاش هما رجعوا في نفس النهار وخلاو زنوبه، ما يمكنش يعذبوا البنت الي روتور، ما يمكنش. هذا ما كان. الناس اللي بدات كتأول ولا حقا استمعوا لهم هذه مده وهما هربوا زنوبه وحقا خافت على زنوبه، غير الكذب والسحاسح، غير حبابي كيعمروا الفيديوهات. الحقيقه راني قلت لكم ذاك النهار واكد لكم بكريشه اليوم. زيد كذلك المسألة ديال زنوبة وعدم ظهور زنوبة من هنا لقدام. اش قلت لكم انا داك النهار؟ اش وقع في التقديم؟ علاش ركزوا لهم في التقديم؟ علاش؟ على الاطفال. احبابي جبدوا ليهم الودينات على الاطفال. شفتوا كاع المقاطع ديال زنوبه ملي كانت كدوش ليها في التريبورتور الا مازالين عاقلين، زنوبه مثلا هكا لابسه شي حويجات مسخين، زنوبه المهم اي حاله اي وضعيه كانت فيها زنوبه ما هيش جبدوها في داك التقديم. ومهم قرصوا الودينات اللبنه، وراكم سمعتوا الفيديو ديالها. يعني الامر كان خطير جدا، كانوا غيمشيو حتى للاعتقال لولا لطف الله ولولا ان ديك وكيله الملك انسان اللي رحيمه، فكانت رحيمه بهم. هادشي علاش لبنى قالت لكم ما غتبقاش تبين زنوبه، ما غتبقاش تعطي فرصه لدوك المرضى النفسيين انهم يشدوها ببنتها. فيما كان شي مقطع ديال بنتها كيخبعوه وكيسردوه خصوصا هاد منصات ابلاغ اللي ولات دابا اي حاجه شافوها كيبداو يسردوها حتى كيوليو الناس في المتابعات والحباسات، راكم فاهمين. فهذا هو السبب احبابي علاش لبنى غتمنع زنوبه، لان الامر اصلا لان التقديم ديال داك النهار كان بشكل كبير متركز على الاطفال. هذا ما كان احبابي. ما تبقاوش تثيقوا بالقنوات غير كيزيدوا، راه شحال ديال الكذوب، شحال ديال السحاسح، بزاف ديال الهضره وشويه ديال الحقيقه. فحبابي كان هذا هو الفيديو، ما نقدرش نزيد نطول معاكم، ما كيعجبونيش دوك الفيديوهات الطوال لا، غير 25 دقيقه راني طولت كاع. المهم هنا غادي نوقف وغادي نكمل معكم غدا ان شاء الله. سمحوا لي الا غبرت عليكم حيت ولدي كان مريض، درت له الفاكسان وطلعت له السخانه وهو مرض وانا مرضت بقوه الخلعه والدهشه، مع انا ما عنديش تجربه. المهم دازوا عليا واحد 3 ايام صعيبه بزاف، ولكن دابا الحمد لله شويه. راكم عارفين الفاكسان ديال 3 شهور كيكون صعيب، دابا الحمد لله بخير وعلى خير. هادشي اللي غبرني عليكم، وغدا ان شاء الله غادي تكون بدايه جديده مع بعضياتنا. غدا غادي نبدا لكم الدردشه الصباحيه وندير معكم كذلك الدردشه المسائيه. المهم غدا غادي تشوفوني يعني بحضور اللي هو مزيان. هذا ما كان الغزالات ديالي، تبقاو على خير، تصبحوا على خير، نحاليكم مع السلامة.